السلام عليكم احلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل 5 كيلو دقيق، هنعمل بيهم فايش بخميرة الحمص. مفيش احلى من ان انتي تعيشي الاجواء الصعيدية كده معايا وانتي في الفيديو ممتع جدا. النهارده باذن الله هنعمل الفايش بمكنة البسكوت. ازاي يطلع معاكي حلو؟ في ناس طبعا ما كانوش بيعرفوا يعملوا الفايش، بس لما شافوا الفيديوهات بتاعتي كانوا مبسوطين. ويا سلام بقى لو تبعتولي التطبيقات على الفيسبوك او على الصفحة بتاعتنا على الفيس. طبعا الستات اللي بتخاف انها تعمل الفايش بتقولك مرة الخميرة بتبوظ مني، مرة بتفشل. كل الخطوات دي هتشوفيها النهاردة بمقدار قليل، 5 كيلو فقط يعني. هنعمل بيهم فايش صعيدي ناجح من اول مرة بإذن الله. هقولك على كل الخطوات اللي تطلع معاكي فايش صعيدي 100%، بمقادير سهلة زي ما انتم شايفين. نسمي الله ونصلي على النبي ونقول هنعمل خميرة الفايش بالحمص ازاي. الفايش زي ما انت شايفاه كده منور معانا، سواء صوابع او سواء قرص وتقطعيها. يعني الفايش معانا بأبسط وأسهل الطرق. يلا مع بعض نشوف ازاي عملناه. طبعا زي ما انتم شايفين كده احنا جبنا حمص اللي هو بتاع المقلة اللي بيتباع في المقلة، تمام. وبدأت كده زي ما انتم شايفين كده طحنته في المطحنة. وهاخد هعمل خميرتين. في ناس كتيرة تقولك ما تعمليش خميرتين علشان واحدة منهم هتشهر التانية، يعني مصطلحات اللي هي بتاعت الناس الكبار بتاعت زمان. انا بالنسبة لي بحب اعمل اتنين. اقول واحدة لو طلعوا الاتنين تمام بشتغل بيهم، لو خصوصا لو هعمل كمية كبيرة. لو ما طلعوش وطلعت واحدة والتانية فشلت، ابقى برضو ايه يعني عملت حاجة. حطيت هنا معلقتين من الحمص المطحون، وحطيت لبن. اللبن يكون مغلي زي ما انت شايفة كده، البخار طالع منه. يعني مش تجيبيه بقى وتقعدي يعني مش تغلي اللبن وتقعدي بقى تطحني الحمص وكده. الحمص يكون مطحون الاول، برطماناتك نظيفة متعقمة حلو جدا. لو عندك ميكرويف حطيها دقيقة كده ولا حاجة تتعقم، تمام. واللبن بتاعك يغلي، تنزلي بقى باللبن على الحمص، تقلبيه بالمعلقه وتقفلي البرطمان قفله محترمه. هتجيبي لو عندك البلاستيك اللي انت شايفاه ده وهتلفيه بيه، بيحفظ درجه الحراره وبيخليها ايه يعني تسخن معاكي بسرعه. برضو الخطوه دي من عندنا بقى اللي هو ورق الفويل، بسيب حته كده باينه علشان لما اجي اكشف على الخميره بتاعتي اشوفها اختمرت ولا لا. طبعا هبدأ كده هغطيها، حطيتها في طاجن، تمام. لو عندك شوية ردة او نخالة حطيه، يعني سخنيهم وحطي فيهم الخميرة. سبتها بقى طلعت معايا بالظبط على يعني كان حوالي 18 ل 20 ساعة، كانت بدأت ايه تظهر ان هي خلاص طالعة ان شاء الله تبقى كويسة. بس انا بصراحة بحب اسيبها ال 24 ساعة كاملين، تمام. فسبتها كده طلعت اهي بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. اول ما تجبن معاكي كده وتحسي الميه فصلت. وكمان هنعمل لها اختبار تاني. ده ايه هو الاختبار التاني؟ ان انت تحطي لها معلقتين كده من الدقيق وتبداي تقلبيها زي ما انت شايفه انا بعمل ايه. طبعا الشرح في الفيديو خير دليل، يعني غير يعني انا ممكن انسى اقول حاجه، وانا بحاول والله اقولك على كل حاجه. لكن برضو يعني ايه يفضل طبعا ان احنا في اول تخميره خالص هتحطيها في مكان دافي جدا، ضرفة مطبخ، في الفرن لو مش هتفتحيه، في دولاب وتلفيها بالهدوم. فهماني كده؟ طبعا اهو بسم الله ما شاء الله الله اكبر، يعني الاتنين يعني مختمرين وطالعين زي الفل ما شاء الله. تمام كده تمام. يبقى تاني مرة خدت معايا حوالي 4 ساعات، لكن أول مرة كانت ال 24 ساعة. وبدأت كده جبت شوية مية حطيتهم في البرطمان مكان الخميرة، وبدأت كده برضو هربها. دي المرة التالتة. يبقى احنا اول مرة اللي هي باللبن والحمص، وتاني مرة عملناها بمعلقتين من الدقيق، وتالت مرة بحط لها شوية دقيق كده وبعملها كده زي عجينة الزلابية. ده بالنسبة لي. يعني بالنسبة لك انت بقى اللي هو ايه، انت خلاص بقى ايه يعني مفيش حاجة وراكي، جهزت الصواني بتاعتك ومستعدة ان انت هتخبزي. طيب انا مثلا طلعت معاكي بالليل متأخر وكنا في الشتاء او حاجة وانتي كسلانة تعمليها او حاجة، يبقى ما تخليش الخميرة زي ما انت شايفة كده تكون خفيفة، لا تخلي الخميرة بتاعتك تخينة شوية، تخنيها، تمام. تزودي الدقيق وتخليها عجينة كده متماسكة. حلو الكلام. في الحالة دي هتبقى زي الفل معاكي برضو حلوة جدا. وهتاخد معاكي فترة اكبر، يعني تطلع بعد 6 7 ساعات، وخصوصا في الشتاء. في الصيف بقى انا سبتها كده. احنا كده كنا في اواخر الشتاء، يعني الفيديو ده كان في اواخر الشتاء، تمام. وطلعت معايا وكانت زي الفل. طلعت معايا في التوقيت ده بعد حوالي 5 6 ساعات كده، كانت زي ما انتوا شايفين كده
طلعت معايا كانت حوالي الساعة 3 4 الفجر كده. حلو الكلام. ادي الدقيق معانا، ال5 كيلو دقيق اللي عملنا منهم الخميرة. بس هقول لكم هنا ان انا بدأت زودت شوية دقيق تاني. وطبعا السمنه بتاعتنا، انا السمنه بالنسبه لي ما بحطش بمعيار في الفايش، لكن هنا هحط لكم كيلو. حطيت لي ال5 كيلو دقيق كيلو سمنه. طيب كيلو الدقيق بياخد قد ايه من السمنه؟ دول 2 كيلو من اللبن، ودي معلقه من الكركم. تمام. وهقول لك انا المره دي حطيت بيكنج باودر، وهقول لك اذا كان حلو انك تضيفي بيكنج باودر ولا مش حلو. وبرضه هقول لك اذا كان الزعفران اللي انا سمعته في فيديو قبل كده حلو انك تضيفيه ولا مش حلو. خليكي معايا وكملي الفيديو، والله والله هتستفادي من كل حاجة، وهقول لك كل الاسرار. هقول لك ايه الغلط اللي انا عملته، وهقول لك ما تعملهوش. لقيت اللون هنا مش كويس، حطيت زعفران. تمام. حطيت نص معلقة زعفران، وحطينا السمنة. حطيت نص كيلو سمنة، وخليته النص التاني هحطه في العجين. تمام. و2 كيلو لبن، يبقى كده 5 كيلو دقيق هياخدوا 2 كيلو لبن، وهياخدوا كيلو سمنة. تمام. والحاجات اللي انا هقولك عليها اعمليها، واسمعي كلامي، وخدي من اختك نصيحة يعني من الاخر. الدقيق بتاعي انا ضفته. تمام. لكن حسيت ان العجينة طبعا كانت خفيفة شوية معايا. فوانا بعجن كده، لا انا حسيت ان انا محتاجة احط دقيق تاني، فحطيت حوالي نص كيلو. قلبت بقى دي مع اللبن مع العصفر او بتاع ده عفوا، الزعفران والكركم، ما كله لون واحد والله، بس مختلف طبعا. وبدأت كده، حطيت الخميرة بتاعتنا. حلو الكلام. وغطيتها بشوية دقيق. طبعا زمان ماما كانت تقول تستهوى يعني، تاخد هوا او تستهوى، الناس الكبيرة طبعا زي ما انتوا عارفين. حطيت بقى البيكنج باودر. خليكي برضو معايا وهقولك الغلطة الكبيرة جدا اللي انا غلطتها. مفيش اجمل ولا انضف ولا احلى من اكل زمان. طبعا هنا الفايش ناس كتيرة بتعمله بسكر، احنا هنا بنعمله بملح. انا حطيت معلقة ونص من الملح، معلقة ونص من الملح، معلقة كبيرة ونص، لان احنا بنحبه مالح. في ناس كتيرة بتحبه مسكر، فدي حاجة ترجع لك انتي. بدأت كده اعجن يا ست الكل، وحطيت البيكنج باودر، الاختراع اللي ملوش 30 لازمة. عايزه اقول لك شويه الفايش اللي انت شفتيهم دول كانوا وهم معمولين حاجه بسم الله ما شاء الله زي الفل، عسل كده وشهد مكرر. طيب ايه المشكله يا ام حمزه؟ المشكله ان انا علشان سبتهم إيه يعني، ما يعني خلال 15 يوم كان بدأ يعمل ريحه. خلال 15 يوم كان بدأ يعمل ريحه، يكمكم بمعنى اصح. مع ان دي سمنه بلدي يا جدعان، دي سمنه بلدي. البيكنج باودر يا جماعه مش صح ابدا ان انت تحطي بيكنج باودر في الفايش ابدا، ولا بيكنج باودر ولا حتى الزعفران، مع احترامي للجميع. يعني هو الكركم يعني الكركم بس، ما تستعمليش اي حاجه تاني، لا زعفران ولا بيكنج باودر. انا غلطت ان انا شفت فيديو وحبيت اجرب، بس الحمد لله ان انا جربت في 5 كيلو، لان انا في كل مرة بصراحة بعمل كميات كبيرة. يعني احنا عندنا الفيش من غير كميات، يعني من غير ما نحدد بقى سمنة واخد كذا واخد كذا، احنا بنعجن ونحط بالنظر كده. حطيت بقية السمنة. والعجين بتاع الفايش بيحتاج ملك، يعني تملكيه كويس وتعجني كويس، والكلام ده كله الناس الكبيرة عارفة كلمة تملكيه كويس، وعارفة الكلام والمصطلحات اللي انا بقولها. تمام. بدأت كده اعجن. وطبعا مش عايزه اقول لكم بعد الفيديو ده، حتى انا الفيديو بقاله فتره المفروض انزله، انا مش قادره اعمل حاجه. انا بعد الفيديو ده يعني قدر الله ما شاء فعل، جاني التهاب في المفصل الحركفي، وربنا يعني يكفيكوا شر المرض. خلصت العجين، عجنته وسبته كده، حطيت له حبة سمنة وسبته يختمر. نيجي بقى نعمل الفايش بمكنة البسكوت. الاختراع ده حلو، والله هو حلو بصراحة. يعني بينجزك، وخصوصا لو انت بتشتغلي لوحدك. انا بالنسبة لي ولادي لسه صغيرين، فكان الموضوع بالنسبة لي حلو، ان انا خلصت وقطعت العجينة بسرعة كده، وخلصت نفسي بدري بدري. بدأت كده دهنت الصينية زي ما انتم شايفين، وهبدأ دهنت المكنة برضو عشان العجينة تبقى سلسة معاكي وتنزل. والناس اللي هتقولي بتتكلمي كتير بتحكي كتير، يا جدعان والله العظيم الحاجات دي انا يعني انا بقول لك كل حاجه بما يرضي الله ورسوله. فناس كتيره تقول لك حطي بيكنج باودر، حطي زعفران، حطي معرفش ايه، حطي معرفش ايه. لا ما تسمعيش كلام حد، اسمعي مني والله، وجربي الفايش بالملح وبالكركم فقط
لا غير. محدش يضيف بيكنج باودر، دي غلطة عملتها وندمت عليها. الفايش ما طلعش وحش، لا طلع حلو. طيب ينفع نحطه امتى؟ لو انت هتعملي كيلو ونص 2 كيلو هتخلصيهم بسرعة، انما كمية لا، ما انصحش حد ابدا ان هو يحط بيكنج باودر. بدأت زي ما انتم شايفين كده، ايد بتقطع وايد بتاخد. بس كنت اول مرة اعمله بصراحة بمكنة البسكوت. ف يعني احنا متعودين انا بعمله صوابع على ايديا. يا اما تعمليه زي ما انت شايفاني كده قرص، تعمليه قرص وتشرحيه كده، هيطلع معاكي في منتهى الجمال وحلو جدا جدا. تمام كده يا حلوين. ف بالنسبة للقرص طبعا زي ما انت شايفة كده بتعمليها دواير زي ما احنا شايفين، وطبعا الصواني بتاعتك بتبقى مدهونة فبتريحك، القرصة بتخلع معاكي بكل سهولة وبتبقى حلوة. هبدأ كده ايه بعد ما بخلصهم كده ببدأ ابططهم زي ما احنا شايفين. حلو الكلام. صلوا على النبي. هنا بعد ما خمر بقى سبته خمر، خد معايا قد ايه تاني؟ خد معايا 6 ساعات. طب لما خمر في المجور خد حوالي 3 ساعات. يعني لما بتعجنيه وتحطيه في المجور يتخمر بياخد معاكي ساعتين 3. المهم ان انت ايه ما تغفليش عنه وتبص عليه كل شوية. تمام. بس كده. بدأت بقى يدخل على فرن. انا عايزه اقول لكم ده والله عاملاه في فرن البوتاجاز، يعني زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله حلو جدا. هتبداي بقى تفصصيه. ايه السر؟ ان هو يكون خالع كده معاكي، ان هو بيبقى مليان سمنه، بتبقي دهناه كويس فبيفك معاكي بسلاسه، ويبقى ايه زي الفل معاكي زي ما انت شايفه كده. هنبدأ بقى كده بعد ما تعمليه والفايش التاني اللي هي القرص هنبدأ نقطعها بالسكينة زي ما احنا شايفين. هنبدأ كده ايه نجيب الصينية اللي احنا برضو سوينا فيها وكل حاجة، وتبدأي تحطي الابيض ده، تحطيه على الابيض اللي انت شايفاه ده، مش على الحتة المستوية، لا على الحتة البيضة. وتبدأي تهدي النار وترفعي اللي هو الشبكة بتاعة الفرن، ما تحطيش على الفرن مباشر، ارفعي الشبكة درجة لفوق كده وحطي. تمام. لو عندك مروحة يا ريت تفتحي المروحة وتهدي النار خالص وتحطي. تمام. اول ما بياخد لون من تحت تبدأي تقلبيه. يعني ايه انا رصيته زي ما انت شايفة كده، شايفة اهو. زي ما انا بقول لك كده تقلبيه على الناحية التانية. تمام. بس يا ست الكل فهيطلعوا معاكي شوية فايش حلوين جدا. بس انا بنصح اي حد ما تحطوش بيكنج باودر وما تسمعوش كلام حد. هتخسري يعني، هتخسري مجهودك وتعبك. وهو الفايش اصلا مجهود وتعب. هي الخميرة من زمان واحنا بنعملها كده. هي خميرة الفايش ليس الا، ولا خميرة فورية بقى ولا اي حاجة. كان ولاد طبعا حواليا وكده، وده انا بوريكم التقطيع. طبعا يفضل ان انت لو عندك سكينة مشرشرة هتبقى حلوة جدا ولغاية هنا يكون الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك جميل منك. استودعكم الله، مع السلامة.